النمل المحارب اللي قدامك دوت بيتم وضعه على الجروح عشان يقفل الفكين بتوعه عليهم، وبمجرد ما هو بيقفلهم بيشتغل كانه خياطه جراحيه. بعدين بيجوا كاسرين الجسم خالعينه من الرقبه وسايبين الفك موجود عندك، وبيكرروا العمليه دي اكتر من مره على طول الجرح الموجود، وبتفضل متسابه كده لحد ما الجرح بتاعك يلم، وبعدين بيجوا خالعين الروس تاني. لو انت حاطط رجلك في تابلوه العربيه بالشكل دوت ولا قدر الله عملت حادثه، فالاير باك هتتفتح بسرعه تقارب 320 كيلو متر في الساعه، وده هيتسبب في ان رجليك هتيجي راجعه بسرعه جنونيه وخبطه في رقبتك وفي صدرك. الامر ده هيتسبب لك في كسر في الاضلاع لا محاله، وركبتك كمان لما تخبط في دماغك ممكن تسبب لك في كسر في الرقبه واصابات بالغه في العمود الفقري، فيا ريت تقعد معدول في العربيه بعد كده. لما الدكتور اوقات بيجي يديك حقنه، اللي بيحصل ان الحقنه ممكن تخترق العرق وتخش بتطلع من الناحيه الثانيه، وده بقى بيتسبب بنزيف في العرق اللي اتخرم، والدم اللي بيتسرب دوت الجسم ما بيلحقش ان هو يعمل له تجلط، وبالتالي لما يتجمع الدم دوت تحت الجلد بيسيب بقعه لونها ازرق، ودي اللي انت غالبا بتلاقيها في ايدك. لو دخل في ايدك سلايه، اغلب الناس اللي بتعمله انها بتجيب ملقاط وتحاول انها تشد الشظيه ديت، لكن بقى ايه اللي هيحصل لو السلايه دخلت لجوه بعمق اكبر في الجلد؟ ما يسمحلكش حتى انك تطلعها بالملقاط العادي. المشكله ان السلايه ديت ممكن يكون فيها بكتيريا، وبمجرد ما هي بتخش تحت الجلد بتبتدي انها تنقل لك عدوى، وبعد شويه الجلد هيبتدي ان هو يورم، وده ممكن في بعض الحالات يسمح للسلايه انها تطلع تاني، وساعتها انت بقى ممكن تشدها بالملقاط. الراجل ده لقى سلحفاه وسماها هو، وكانت بتعاني من حاله نادره وغريبه جدا، وهي ان القلب بتاعها موجود بره الدرع، فبطبيعه الحال ما كانش متغطي باي حاجه، وكان بيبقى خايف طول الوقت ان هي تتعرض لاي خدش بس بسيط، وده هيتسبب في انهاء حياتها. لكن بقى اللي حصل ان هوب عايشه بقالها 5 سنين كاملين بالحاله الغريبه اللي عندها، وتحولت من مجرد سلحفاه لمصدر الهام لناس كتير.